السلام عليكم ورحمة الله. معكم ديزاكس وراني جيتكم في مقطع جديد. تحذير: مكبوتي التيك توك خرجوا عن السيطرة يا جماعة، هيا اهربوا يا جماعة هيا. اليوم رانا رايحين نتحدثوا عن ظاهرة المكبوتين، واللي هي أخطر ظاهرة على المجتمع الجزائري والعالمي كله. هي في الحقيقة أنا هذه ظاهرة المكبوتين ما هيش غريبة عليا، أنا بالنسبة لي ولات ملي حاجة عادية في البلاد، راك فاهم كيفاه؟ لأنه راهم فاتوا عليا بزاف يعني أنه هذه الظاهرة راهي موجودة ومتغلغلة في المجتمع الجزائري منذ سنوات، راك عارف كيفاه. من المستحيلات السبع أنك تنحيها بكل بساطة، ولكن هذا لا يعني أنه لازمناش نوعيو الناس، لازمنا نوعيو الناس باش ما يطيحوش في أخطاء اللي ربما تعتبر مهينة، راك عارف كيفاه. على ذي السبة إذا عندك صاحبك هكا مثلا مكبوت، ما تنساش أنك تتشارك مع هذا الفيديو وقول له مرحبا بك في الجماعة للتوعية ضد المكبوتين. المهم، بدأ كل الأمر واحد النهار وين قناة مجاري قررت انها تروح تدير انترفيو مع التلاميذ اللي راهم يفوتوا في البيام، راك فاهم كيفاه. والحاجه اللي لاحظتها في هذه القنوات تاع المجاري انهم دائما يستهدفوا لك احد الطلبه اللي يكون مقود ولا مريض ولا مهبول، المهم يكون احد الطلبه اللي يجذب الانتباه، راك فاهم كيفاه، باش يطلعوا به الترند. وهذيك باينه، كل ما طلعوا ترند كل ما طلعوا مشاهدات، كل ما طلعوا مشاهدات مما يعني ارباح طائله، راك فاهم كيفاه. هما ما على بالهمش بهذاك الشخص اللي راهم يصوروا فيه اذا راهم يهينوه ولا لا. وايضا الحاجه اللي كانت محيرتني كيفاه يقدروا ينقنعوا هذو الاطفال انهم يجوا في هذه القنوات. اولا هذو الاطفال تصيبهم مخلوعين، راك فاهم كيفاه، يشوفوا قناه كبيره كيما هذه جات عندهم باش دير معهم انترفيو، يروحوا يجروا ليها باش يعطوا الراي تاعهم حول الامتحان على امل انهم يصبحوا مشهورين، راك فاهم كيفاه. وينتهي بهم المطاف انهم يصبحوا مجرد ميمز او مجرد سخريه، والناس تولي توقت عليهم او الناس تولي تكرههم، راك عارف كيفاه. هذو الاطفال المساكين ما على بالهمش انه هذا النوع من القنوات راهم يستغلوا فيهم، يستغلوا في البراءه تاعهم. والمشكله هنايا انه الرابح الوحيد هم هذوك القنوات تاع المجاري، هذوك الاطفال ما يربحوا والو. الحاجه الوحيده اللي راح يربحوها الاطفال هي العيب، كما انتم راكم رابحين العيب معايا لانكم ما حطيتوش اشتراك في القناه وما حطيتوش لايك على الفيديو. الله يهديكم، حط لايك واشتراك، الله يهديك، خلينا نوصلوا ذيك القناه الى 10,000 مشترك. المهم هذوك الاطفال مساكين يتعرضون للاستغلال، كما هذه الطفله هنا تعرضت للاستغلال. الرياضيات كان الموضوع شويه طويل، بصح كان الوضعيه كانت شغل، كان كادو الوضعيه درناها والحمد لله، شغل ما كانش حاجه ما درناهاش. اللغه الانجليزيه النص كانوا داروا لنا على القضيه الفلسطينيه، اما الوضعيه كانوا قالوا لنا شغل نهضروا على روحنا، على شغل الدريم تاعنا، الشخصيه تاعنا، دريم جوب. كيفاش كانت الانسر تاعك على يور دريم جوب؟ ان شاء الله شغل كي نكبر نولي حاجه. وشنو هي الدريم جوب اللي حطيتيها في الوضعيه؟ ان شاء الله قلت لها ان شاء الله نولي طبيبه، ان شاء الله إلا كتبها ربي إن شاء الله على هلاله. المهم الفيديو كان عادي، ولكن التعليقات كانت شيء آخر. التعليقات كانت لا علاقة بالفيديو، كانهم الناس ما كانوش مركزين على الأحلام تاع هذه الفتاة المسكينة الدريم جوب ولا ما على باليش. الحاجة الوحيدة اللي كانوا مركزين عليه هو الجمال الخلاب اللي عند هذه الطفلة، راك فاهم كيفاه. التعليقات تقريبا كلها كانت عبارة عن مجاملات لهذه الفتاة المسكينة، بحيث أنه لم تأتي المجاملات من طرف الذكور فقط، بل أتت من طرف حتى الإناث. إذا الغيرة انتشرت بين الإناث بحيث أنهم بدأوا يوقتوا على هذه بنت الناس، لما نهضروا على ذوك المكبوتين اللي بدأوا يبحثوا على هذه الفتاة في كل مكان عبر مواقع التواصل الاجتماعي. والحاجة اللي حبست لي راسي أنهم لقاو الكونت تاع هذه الفتاة في التيك توك، وفي نهار واحد فقط وصلوا إلى 15,000 متابع. أجل يا صديقي، إنها قوة المكبوتين. ولكن ولا أحد يعلم إذا كان هذا الكونت هذه الفتاة هو الكونت الحقيقي أو مجرد شخص يدعي أنه نفس هذه الفتاة، راك فاهم كيفاه. وهنا انقسم الناس إلى اثنين: الناس اللي صدقوا أنها نفس الفتاة، والناس اللي كذبوا هذه الفتاة وقالوا لها أنت راكي تدعي أنك نفس هذه الفتاة اللي ظهرت في القناة. انا من رايي انه هذا المكبوت هو انسان مريض نفسي، راك فاهم كيفاه، باش توصل بك الامور انك تروح تطارد بنت الناس في كل قنت وفي كل دوره في كل مواقع التواصل الاجتماعي، مع انه هذه البنت هي طفله قاصر وفتاه صغيره يعني، ولانه مستحيل ان تكون هذه تصرفات انسان عادي، بل هذه تصرفات تاع انسان برويطي الشكل. فالناس البرويطيين الشكل هما ناس عندهم واحد الدوده، وهذيك الدوده وما تتحرك يتبعوها الى اي مكان في هذا العالم وتخليهم يديروا صوالح تاع المكبوتين، راك فاهم
فاهم كيفاه؟ وهنا نستنتج انه المكبوت هو عبارة عن برويطة وليس انسان. وايضا اذا كان هذا هو القنط الحقيقي تاع هذه الفتاة كما راهم يدعوا بعض الناس، فالغلطة ايضا راح تكون في الفتاة. وهنا نعود نرجع لنفس السؤال اللي كانوا يطرحوه اصحاب الفيسبوك في 2010، واللي هو الغلطة تاع شكون؟ الفتاة المتبرجة ام المتحرش؟ وانا من رأيي انه في الدين تاعنا وفي الشرع تاعنا راهم في زوج غالطين، لانه من المفترض انه هذاك المكبوت يروح يغض البصر تاعه، وثانيا الفتاة تروح تستر روحها. وماذا بيا لو كان تخبروني انتم في التعليقات اسكو هذه غلطة تاع الفتاة ام تاع القناة ام تاع البرويطة اللي هو المكبوت. بالنسبه للناس اللي ما هيش فاهمه واش راهو صاري في هذا الفيديو، اولا هذو الاجنبيه كانوا يديروا في السبور، راك فاهم كيف؟ هما عندهم عقليه ماشي كيما تاعنا، دائما كي يديروا سبور يلبسوا لك مثلا ملابس اللي ربما بالنسبه لنا تعتبر مخله بالحياء، وهي في الحقيقه مخله بالحياء، راك فاهم كيف؟ وقدر الله انهم يتلقاو مع مكبوتين في الطريق وقعدوا يتبعوا فيهم في كل مكان وفي كل قنت وفي كل دوره، وهذا شيء اخر يثبت بانه هذو المكبوتين هما صح خطر على بنات الناس. فهذو المكبوتين يعتقدون ان الحلاب هو عباره عن رياضة يجب ممارستها بشكل يومي، راك فاهم كيفاه؟ لأنهم فاهمين الدنيا بالمقلوب، راك فاهم كيفاه؟ فما علي إلا نقول أنه الله يهدينا والله يهديهم. وكان هذا كل شيء لنهار اليوم، ونلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله. اشترك خلينا نوصلون 10,000.